ايه الغشم ده؟ انتوا غليتوا اسعاركم بشكل مبالغ فيه، بشكل غشيم جدا. ايه الهبل ده؟ الاسعار دي اغلى من فلان وفلان وفلان. هي ليه كل حاجة حلوة بتبتدي كل حاجة بتبتدي حلوة وبعد كده بتبوظ؟ اصل انتوا الناس كترت عندكم، فخلاص ما بقيتوش تهتموا بالسيرفيس او بقيتوا بايعينها. كمية كومنتات رهيبة، فيدباك قاسي جدا بنقابله من ناس كتيرة. احنا مش غشم، احنا مش هبل، احنا مش جشعين، احنا مش شفنا ناس كتير بتطلبنا فابتدينا نغلي. احنا بنشتغل في حاجة ليها بورصة. لو الناس تسمع عن حاجة اسمها بورصة الخضار والفاكهة، الخضار والفاكهة بورصة، احنا ما بنتحكمش في سعرها. انا على يقين ان انا اقل سعر موجود في الخضار والفاكهة على الفرازة بتبيع بسعر سوق العبور بالظبط. سوق العبور ده سوق كبير جدا. الخضار بس فيه حوالي 12 عنبر، كل عنبر فيه عدد كبير جدا من المحلات. في كذا فرز، في كذا كواليتي. ما ينفعش انت تنزل السوق فتسأل فلان بكام البطاطس، فقال لك البطاطس ب2 جنيه ونص، فخلاص هي بقت البطاطس ب2 ونص. في بطاطس ب2 ونص، وفي ب3، وفي ب3 ونص، وفي ب4. امتى تعرف ان هو ده السعر؟ السعر ده تعرفه لما تنزل تشتري الحاجة، ترجع تاخدها بيتك، تفرزها، تطلع السليم، تطلع البايظ، تضيف على سعر المنتج ده البياعة والبنزين ولو في رهن الصندوق، ولو في مشال لحد، وتشوف عدد الكيلوات اللي تصفى لك بعد ما فرست، وبعد كده تقسم التكلفة على على عدد الكيلوات، فيطلع لك ثمن المنتج. الثمن مش البياع بيقوله لك في السوق. في ابعاد كتيره جدا لسوق العبور. بنحاول كتير ان احنا نقدم سيرفيس كويسه. العميل مش دايما على حق على فكره. ممكن اكون انا دايما مطالب ان انا ارضي العميل، بس العميل مش دايما على حق. لما عميل يكلمني يقول لي ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، يعني اعتقد ان هي حاجه تضايق. لما حد يقول لي انت حرامي، اعتقد ان هي حاجه تضايق. شكرا للناس اللي مستحمله ان في غلطات، عشان طبعا في غلطات. احنا ستارت اب، بروجكت ستارت اب، مشروع ناشئ، مجموعه شباب بيحاولوا يديروه، بنعمل فيه كل حاجه بنفسنا. الموضوع مش سهل تماما، بنبذل مجهود خرافه. في ناس كتير مقدره ده. في غلطات بتحصل، بنحاول على قد ما نقدر احنا نصلحها، ونوعدكم ان احنا بعد اجازه العيد دي الموضوع كله هيتظبط. بس نتمنى لما يكون في حد عنده اي نيجاتيف كومنت يراعي ان اللي قصاده ده بيتعب، بيبذل مجهود. فبلاش الالفاظ بتاعت ايه الهبل اللي انتوا فيه ده. في حد متخلف قال لي لا انتوا حراميه، لا انتوا نصابين. العميل المصري صعب جدا ان هو حد يرضيه. بالرغم من كده احنا بنحاول نرضيه. كل سنه وانتم طيبين. نتمنى ان محدش يكون زعلان مننا، ونتمنى ان احنا نرضي كل الناس. انا لما الطلب يزيد عليا بالعكس هفضل على نفس المستوى عشان يبقى عندي اكتر واكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين.